كان بيبص عليا من خرم الباب، وانا الاقيه عامله نفسي نايمه ومش واخده بالي، لكن انا عارفه وحاسه بكل حاجه بتحصل. علشان كده سبته يعمل اللي هو عايزه، لان انا في الوقت ده لو كنت اتكلمت ما كنتش هجرب الموضوع. وانا بيني وبينكم من ساعه ما اتطلقت ورجعت تاني بيت اخويا، وانا بقى يعني مفيش حاجه في حياتي ابدا بتكمل. وطول الليل كل ليله اقعد اتخيل لما كنت متجوزه وأما كنت قاعده في بيتي، وكنت اقول لنفسي وبعدين هتفضلي على الحال ده لحد امتى؟ هتفضلي شايفه كل حاجه بعينيكي كده ومش عارفه تعملي حاجه؟ خصوصا بقى ان اخويا كان في الوقت ده كل يوم هو ومراته وصوتهم جاي لحد عندي، وانا كنت اسمع كده واتجنن، مش عارفه اعمل ايه. ما هو برضو الواحده مننا ما ينفعش ان هي يعني تشوف الدنيا كده قدامها وتقعد ساكته. ده انا كنت هتجنن. لو كنتوا تعرفوا اللي انا كنت بسمعه، لدرجه ان انا في يوم من الايام اتسنطت عليهم، خرجت كده بالراحه من اوضتي ومشيت بهدوء لحد ما وصلت لباب اوضتهم، وهو كان شغال الله ينور. بصيت عليهم من خرم الباب وشفت كل حاجة بعينيا. شفت اخويا وهو ورا، وهي مبسوطة جدا بتقول له ايوه كده، اعمل كده اكتر واكتر. انا مبسوطة بالموضوع، وانا بقى واقفة مش عارفة اقول لكم ايه على اللي انا كنت حاساه. كنت هتجنن، وكنت بحسد مرات اخويا على اللي هي فيه، لحد ما ابتديت اعمل مشاكل معاها عشان تمشي من البيت. ما كنتش قادرة استحمل وجودها وهي كل ليلة على المنظر ده. بقيت اعمل معاها المشاكل لحد ما في يوم قالت لاخويا كده بكل بجاحة، قالت له يانا يا هي، انا وهي مش هنقعد مع بعض في بيت واحد. لكن طبعا اخويا قال لها ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انا لا يمكن ابدا اسيب اختي تمشي من هنا. لكن هي وقتها اتعصبت وزعلت معاه واتخانقت معاه وسابت له البيت وراحت عند اهلها، وقالت له انا هناك لحد انت بقى ما تتصرف مع اختك، يا اما تصالحها على جوزها وترجع بيتها، يا اما تشوف لها حتة تانية تقعد فيها. لكن هو قال لها لو قعدتي 100 سنة عند اهلك انا يعني مش هخلي اختي تمشي من بيتي. هقول لها ايه؟ اصل مراتي مش طايقاكي في البيت، انا مستحيل اعمل كده. وفعلا مراته مشيت وفضلت انا واخويا في البيت. كنت حاسه وعارفه ومتاكده كمان ان هو خلاص هيتجنن على مراته، لكن في نفس الوقت كرامته مش سامحاله ان هو يروح يجيبها. وفي الوقت ده ابتديت انا بقى اشوف شغلي. طبعا ما هو ما تطفش الست غير الست اللي زيها، وما يجننش الراجل غير ست حلوة قاعدة معاه في بيت واحد ونفسه يطول منها اي حاجة، حتى لو كانت الست دي، ايوه حتى لو كانت اخته. انا بقى هقول لكم ايه اللي انا عملته بالظبط. انا طول عمري من وانا في بيت جوزي وانا مهتمية بنفسي قوي، ست عايقة وشايفة نفسها زي ما بيقولوا. وعلشان كده جوزي احواله ما كانتش عجباني، ما كانش هو ده الراجل اللي في دماغي، ولا هو ده اللي كنت بتمنى اكمل معاه حياتي. علشان كده ما طولناش سوا وكل واحد فينا راح لحاله. ولما اخويا سألني عايزة ترجعي قلت له لا، طلقني منه. وفعلا اتطلقت، وابتديت بقى ارجع اهتم بنفسي تاني اكتر من الاول. واخويا كان في الاول مش في دماغه حاجة، لكن انا لما لقيت الموضوع كده قلت ان انا لازم اتصرف. عملت ايه بقى؟ بقيت اجيب الافلام واقعد اسمعها قريب منه
اسمع بصوت عالي وهو يقعد يتصنت عليا، واول ما اشوفه اعمل نفسي ان انا اتفاجئت بيه واقفل التليفون بتاعي بسرعة، وهو يسألني بفضول: انتي كنتي بتتفرجي على ايه؟ اقول له: ابدا، كنت بتفرج على المسلسل. وفضلنا على الحال ده كده وهو كان خلاص هيتجنن، مش عارف يجيبها لي ازاي، ولا عارف حتى ان هو يصارحني، ولا عارف يقولي ان انا شفتك وانتي بتتكلمي، او شفتك وانتي بتتفرجي، او شفتك وانتي بتعملي اي حاجة. ايوه، اصلا انا كان ساعات اعمل نفسي ان انا بتكلم في التليفون مع اي واحدة من صحباتي، واحكي لها قد ايه انا مفتقدة الموضوع ده، وان العلاقة دي طلعت مهمة جدا، وان انا من ساعة ما جيت هنا وانا مش على بعضي. واقول كمان في المكالمة: ربنا يكون في عون اخويا، هو ازاي عارف يعيش كده بعد مراته ما مشيت وسابت له البيت؟ ده انا لو مكانه كنت اتجننت. تعرفي ده لو مش اخويا كنت هعمل وهسوي. وطبعا انا عارفة ومتأكدة ان هو واقف وبيسمع كل الكلام اللي انا قلته. وفضل الحال على كده لحد ما انا عملت اللي انا عايزاه. ايوه، في يوم من الايام واحنا قاعدين سوا، بصراحة كده قعدت اقول له ان انت امور قوي، وان انت حلو، وان ازاي مراتك مش حاسة بقيمتك، وازاي هي بعيدة عنك كده. كان يقول لي: هعمل لها ايه؟ كنت اقول له: يعني ايه تعمل لها ايه؟ ده انا لو مكانها مش عارفة اقولك، ده انا ما كنتش اسيبك ابدا. وفضل الحال ده على كده لحد ما هو في يوم دخل الأوضة عندي وانا كنت قاعدة. قال لي: بتعملي ايه؟ قلت له: ولا حاجة. لكن هو في الوقت ده اعترف لي. ايوه، قال لي على كل اللي هو سمعه قبل كده. وقتها انا عملت نفسي ان انا اتلخبطت، وقلت له: انت بتتصنت عليا؟ قال لي: ده كان من غير قصدي، انا كنت ماشي جنب باب الأوضة وسمعتك كنت بتتكلمي، وبصراحة كنت واقف اسمعك عشان اطمن عليكي، لكن اتفاجئت ان انتي بتتكلمي في حاجات مش عارف اقولك ايه. قلت له: يعني ايه مش عارف؟ قول كل اللي انت عايزه ونفسك فيه. قال لي: بصراحة كده انا كمان اتمنيت الموضوع ده واكتر. قلت له: انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم جد؟ قال لي: طبعا بتكلم جد، هو الموضوع ده فيه هزار؟ قلت له: طيب ومراتك؟ قال لي: مالها؟ مش هي اللي اختارت ان كل واحد فينا يروح لحاله، وانا مستخسر قوي اللي انتي بتقولي ده يبقى لحد غيري. وبصراحة كده انتي يعني ست الستات كلهم. هي قلتي ايه؟ قلت له: قلت ايه في ايه؟ قال لي: نجرب، مش هنخسر اي حاجة. بصراحة لما قال لي الموضوع في الاول اتخدت شوية، ما كنتش عارفة هل اللي انا بعمله ده صح ولا غلط، ويا ترى انا لو عملت كده الموضوع هيبقى ماشي ازاي، هنعمل ايه يعني. بصيت له وكنت محتارة قوي، ومش عارفة افكر كويس. حسيت ان انا فعلا محتاجة اعمل الموضوع ده، خصوصا لما بصلي وقال لي: بصراحة انتي الرمان عندك بقى خلاص استوى ومحتاج يتاكل، ولا البطيخة حمرا وجميلة. قلت له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي: في ايه؟ انتي يعني مش عايزاني اتكلم ولا ايه؟ قلت له: لا، عايزك تتكلم. لكن قال لي: ما لكنش. وفضل كده معايا وابتدى يتكلم في حاجات كتير، حاجات انا ما كنتش عاملة حسابها. وانا في الاول كنت برد عليه في الكلام، لكن بعد شوية ابتديت احس ان انا بروح في دنيا غير الدنيا. اصل هو ما اكتفاش بالكلام،
ده بقى بيعمل حاجات كتير قوي، حاجات حتى جوزي معرفش ولا فاهم ان هو يعملها، حاجات غريبة عليا. وانا كنت بصراحة مبسوطة قوي. اول مرة احس ان انا فعلا ست، احس ان انا بيتعمل معايا حاجات انا فعلا عايزاها تتعمل ومش عايزاها تخلص. وكل ما كان الموضوع يقرب ينتهي اعمل انا اي حاجة بحيث ان الموضوع يطول شوية. اصل هعمل ايه؟ لدرجة ان احنا اليوم ده قعدنا يجي ساعة واكتر واحنا مش حاسين بالوقت، وكل شوية الموضوع يتكرر في حتة شكل، وبقينا عاملين زي العرايس الجداد، الموضوع جديد عليهم وحلو وهم مستحلينه. ولما سألته انت ازاي كده؟ انت المفروض يعني كنت متجوز، يعني زهقان. قال لي بالعكس، بصراحة كده انت غير، انت مختلفة وكل حاجة بتعمليها مختلفة. بصيت له كده، قال لي مالك بتبصيلي كده ليه؟ قلت له شوية وهتزهق. قال لي بالعكس، كل حاجة هتجنني، كل حاجة معاكي عجباني. وبعدين انتي ليه بتقولي كده؟ قلت له اصل انا حبيت الموضوع ده جدا ومنك مختلف، علشان كده قلقانة ان الموضوع يخلص. لكن هو وعدني ان احنا هنفضل سوا، وبقينا كل ليلة لازم الموضوع ده يخلص، ولازم العسكري ابو طاقية سودا يدخل العش بتاعه ويظبط كل اموره. وانا من هنا افتكرت ان هي لسه مراته على تواصل معاه، لان هي خلاص عايزة ترجع له وقبلت ان انا اكون موجودة. فانا مش عارفة اعمل ايه، خصوصا ان حسيت ان هو ميال ان هي ترجع، وعادي بالنسبة له ان نكون احنا الاتنين موجودين في نفس البيت، وهنا شوية وهنا شوية. وانا دلوقتي محتارة قوي، محتارة وبصراحة مش عارفة اعمل ايه. علشان كده انا النهاردة حبيت ان اطلع اتكلم معاكم. يمكن لما اطلع اتكلم معاكم انتوا يعني تفيدوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. يمكن كمان تقولولي على حل يطيب خاطري ويريح قلبي، وساعتها هعرف ان انا مش لوحدي وان في ناس كتير قوي زي كده. لكن بصراحة انا محتاجة حل في اسرع وقت ممكن، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس. لكن يا ريت من غير تجريح فيا، وتفهموا قصدي وتعرفوا ان اي حاجة حصلت انا ما كانش ليا يد فيها. وعارفة كمان ان في ناس هتهاجمني، لكن صدقوني لو انتوا كنتوا في موقفي انا تحديدا يمكن رأيكم ما كانش يبقى كده. يمكن كنتوا وقتها تفهموني وتحسوا بيا وتعرفوا ان كل حاجة حصلت محدش بيبقى ليه إرادة فيها. علشان كده انا زي ما قلتلكم انا جيت لكم، يمكن انتوا اللي تلاقولي الحل تفيدوني برأيكم. واكيد في ناس مرت بنفس التجربة او حتى حاجة مشابهة، وانا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.